ابتدى الماتش بتشكيل يعتبر عقلاني الا في كذا مركز كده انا عايز اتكلم فيه. انت بتلعب ب 2-6 ليه يا كابتن عماد يا نحاس؟ يعني الراجل ريبيرو اللي مشي ده عمره ما لعب 2-6 قدام اتخنها فريق. انت قدام مين في الدوري المصري هتدافع قدامه وتلعب قدامه ب 2-6؟ والله ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا المصري ولا سيراميكا ولا بنك اهلي، الفرق اللي بتلعب كرة كويسة تستاهل ان انت تلعب قدامهم ب 2-6. يعني خط الدفاع هنقول انت مضطر عليه، ان انت عندك ياسر مصاب وياسين مرعي مصاب لسه راجع واشرف داري طبعا ما بيخفش، فانت حاطط العش وبيكهام، وعلى الشمال كوكا لان شكري مصاب وكريم فؤاد مصاب، يعني عشان انت مشيت الدبيس. تمام. فانت ليه في نص الملعب تحط مروان عطيه 6 وديانج 6 وقدامهم محمد علي بن رمضان 8؟ ليه تعمل كده يا كابتن عماد؟ بنلاعب مين احنا؟ بنلاعب ريال مدريد؟ مفيش فريق في الدوري يستدعي ان احنا نحط ستتين في الملعب. ابتدى اللقاء اداء باهت كالعاده، مفيش روح. انا قلت احنا يا ويل انبي مننا هننزل الماتش ده هنجز على اسناننا، انبي هيطلع شايل 5-6. اداء باهت اول ربع ساعه، مش شايف غير واحد بس راجل المباراه محمد هاني، عامل ماتش روعه ما شاء الله من معسكر المنتخب، ومحمد هاني فايق اوفرات وروح وجديه وبيضغط وبيسترجع كوره، عمل كل حاجه. غير كده لغايه الدقيقه 25 انا مش شايف غير انانيه تريزيجيه وعشوائيته في القرارات، ومفيش ترابط ما بين اللعيبه، واللعيبه بعيده عن بعض، وزيزو مصاب. زيزو طبعا راجل على المدرب، لقاه مصاب قال له انا هلعب، ما رضاش ان هو ينزل طاهر ولا حسين ولا مش عارف ايه، عشان ما يقدرش، مفيش حد هيعاقبه، مفيش حد يقدر يقول له لا اقعد ريح انت، احنا عايزينك في ماتشة جايه مهمه.